اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم بقسماط بدقيق القمح الكامل، الدقيق الاسمر، بقسماط صحي طعمه بجد تحفه مقرمش حلو قوي. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجه عندي كوبايتين من دقيق القمح الكامل الدقيق الاسمر، عندي ربع كوبايه زيت ذره وكوبايه ميه، معلقه عسل نحل، معلقه كبيره من الخميره، ربع معلقه من الملح. محضره عندي بوله نزلت فيها بكوبايتين دقيق الاسمر مع معلقه الخميره ومعلقه عسل النحل، وعندي ربع معلقه من الملح وربع كوبايه من زيت الذره. هبتدي اقلبهم بالشكل ده. بعد كده هبتدي بقى ازود الميه على حسب ما الدقيق هياخد معايا، الميه تكون دافيه. هبتدي اقلبها بالشكل ده، وبعد كده هبتدي بقى اعجنها بايدي بطريقه سهله جدا. البقسماط هيطلع معاكي مقرمش وطعمه بجد تحفه. اعمليه في البيت، هتبقي ضامنه نظافته وضامنه ان هو معمول بدقيق الاسمر، لان بره كتير جدا في المخابز بيعملوه بدقيق الابيض وبيزودوا عليه كاكاو وما بيبقاش صحي والوزن بيزيد عليه. بعد ما عجنت العجينه بالشكل ده هسيبها بقى في مكان دافي لمده ساعه، نص ساعه، لمده نص ساعه، لان احنا في الحر في الصيف. لو في الشتاء هقولك ساعه، لكن انت هتسيبيها نص ساعه بالظبط. بعد ما تختمر هتبقى معايا بالشكل ده، حجمها تضاعف. هجيب بقى عندي مفرش العجين، هبتدي اطلع عندي عجينه البقسماط وهفردها بالنشابه بالشكل ده على شكل طويل بالشكل ده كده. اجيب عندي بقى السكينه او القطاع وهبتدي اعمل شرايط رفيعه. طريقته سهله خالص. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. هبتدي اجمعهم مع بعض. بعد كده هجيب قطعه هبتدي افردها، وبعد كده هتنيها بالشكل ده وارجع اتنيها من الناحيه التانية. عايزه اقولك الطبقات ديت هتخليها هشه جدا ومفرغه من الداخل، مش هيطلع مكتوم معاكي. هلفها كمان مره بالشكل ده. بعد كده هبتدي بقى ابرمها رول رفيع خالص. هجيب عندي سمسم هبتدي اوزعه بالشكل ده كده عشان يمسك فيه كويس. حاولي تفرديها وتكون كلها في سوا واحد. بعد كده قطعتها، قطعي بقى الحجم والطول اللي انت عايزاه. اجيب عندي صينيه هبتدي ارص فيها قطع البقسماط بالشكل ده. هعمل قطعه كمان. البقسماط دوت صحي جدا، هتعمليه تفطري منه مع كوبايه شاي بلبن وجبنه في الفطار او في العشاء. بجد طعمه حلو قوي، هتعمليه في البيت وهيبقى ناجح جدا وطعمه خطير احلى من بتاع المخابز. قفليها كويس جدا بالشكل ده. في كل مره هتوزعي سمسم او حبه البركه. بعد كده هجيب عندي السكينه او القطاعه وابتدي اقطعها من النص، وهتعملي الحجم اللي انت عايزاه. هشكل عندي قطع البقسماط كلها زي ما انت شايفه بالشكل ده. طريقته سهله خالص. هسيبه بقى يختمر لمده ربع ساعه، الحجم بتاعه يتضاعف. بعد كده هدخله الفرن على درجه حراره 180 درجه، هياخد بالظبط ربع ساعه. اول ما يحمر هولع الشوايه، هياخد اللون الذهبي وهيطلع معايا وهيبقى بالشكل ده طالع مقرمش وطعمه بجد خطير يا جماعه. زي ما انت شايفه بصي مفرغه من جوه وخفيفه جدا، البقسماطه نفسها خفيفه. وديت الكميه اللي انا عملتها من كوبايتين دقيق. طعمه خطير. امشي بنفس الطريقه اللي انا عملتها في الفيديو بالظبط، هيطلع معاكي مظبوط جدا وناجح وطعمه حلو قوي. هينفع معاكي لو عامله نظام غذائي، ينفع لمرضى السكر تاخدي بقسمتين او 3 في الفطار. والله العظيم طعمه بجد يا جماعه تحفه. اعمليه بنفس الخطوات، مكوناته بسيطه خالص موجوده في البيت. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات صحية كتير بإذن الله هنعملها مع بعض. وألف هنا وشفا. سلام عليكم.